السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله. معانا حلقة جديدة من حلقات اللهم بارك، وهي طواجن المكرونة بالسجق مختلفة. يعني نسمع ان في طواجن باللحمة، طواجن بالكبدة، انا قلت اعمل حاجة مختلفة بالسجق. يلا بينا يا حبايبي نشاهد الحلقة. بس قبل ما تشاهد الحلقة برجوك يا حبيبة قلبي تحطي لي لايك وسبسكرايب المطبخ رانيا لأول مرة. اعذروني على الصوت، صوتي رايح خالص. ادعوا لي يا حبايبي في الكومنتات بالله عليكم، بطلب منكم الدعاء ان ربنا يشفيني ويزيح عني باذن الله. حبايبي الطواجن كتير عند بتاع الكشري، منها طواجن باللحمه المفرومه، طواجن بالكبده. النهارده بقى هنعمل طاجن بالسجق مختلف. يلا بينا يا حبايبي. هنسمي بسم الله بحبه زيت كده على الصينيه، ومعانا 3 بصلات كده مقطوعين جوليان بالطريقه دي. وهنا يا حبايبي بعد ما البصله دبلت كده نزلنا بالسجق بتاعنا. معانا 650 جرام من السجق نزلنا بيهم عشان نشوح في البصله. وهنا بعد ما ادينا له صدمه هبدا انزل كده بايه 5-6 قرون فلفل كده حراقين. وهبدا بقى يا حبايبي انزل بالتوابل. معانا نص معلقه من الزعتر المحوج جميل جدا، محوج معانا بالسمسم. نص معلقه من الفلفل الاسمر. وقلب قلب بقى يا معلم. بص المنظر حاجه كده تفتح النفس فاخر من الاخر يا معلم. وانزل بقى يا معلم كده بالطماطم واحده واحده كده بالصلاه على النبي. طماطميه بسيطه بس كده تطعم معانا وتدي منظر للسجق يا حبايب قلبي، علشان طبعا احنا هنعمل صوص طماطم للمكرونه. وهنا بقى يا حبايبي هنعمل الصلصه بتاعه المكرونه. هننزل بحبه زيت كده على النار. وهنا بقى يا حبايبي هنبدا ننزل بالبصله كده عشان نجهز الصلصه بتاعه المكرونه بتاعتنا. وطعمي بقى يا حبيبه قلبي البصلايه بتاعتي كده بفصين توم عشان تبقى ايه محبشه كده، وريحتها بقى ريحه الطواجن طالعه فيها كويس. طبعا يا حبايبي كفايه كده على لون البصله. وانا كان عندي صلصه كده شايلاها في الفريزر نزلت بيها. انا طبعا الصلصه بتاعت المكرونه مش عايزاها مسبكه تقيل قوي، عشان خاطر انا مش هسلق المكرونه، هعملها بطريقه مختلفه، هعملها نيه. بصوا بقى يا حبايبي دي الطواجن هروح ادخلها الفرن تسخن جامد عشان لما اشتغل فيها المكرونه بتاعتي تقوم بسرعه. وهنا يا حبايبي كانت الصلصه اتسبكت. هبدا بقى انزل بمكعب مرق الدجاج وبالملح بتاعي كده زي ما انتم شايفين، وربع معلقه من الزعتر، فين الفلفل الاسود، وربع معلقه من الفلفل الاسمر. ونقلب التوابل بتاعتنا كويس. وكده احنا عايزين الصلصه بتاعتنا خفيفه زي ما انتم شايفينها كده علشان هي اللي هتسوي لنا المكرونه. بصوا بقى يا حبايبي هي كده تقيله شويه، هننزل عليها بكوبايه ميه علشان خاطر ايه الميه دي اللي هنعتمد عليها في تسويه المكرونه. وهنسيبها تغلي غلوتين ويلا بينا نشتغل الطواجن نشوف هنعمل ايه. بصوا بقى يا حبايب قلبي انا فضيت كيس مكرونه اقلام ونوع الملكه اهوت، حاجه نظيفه برضو. انواع الملكه دي جميله جدا. ومعايا الطواجن اهي سخنه جدا. هنبدا هنا ننزل بالسجق، نوزع السجق بتاعنا. سامعين الطشه؟ هي دي الطشه اللي احنا عايزين نسمعها. هنبدا نوزع السجق بتاعنا الاول في جميع الطواجن علشان نشوف هيكفي معانا قد ايه، بناء عليه نكمل بقيه الطواجن بتاعتنا. وهنا بقى يا حبايب قلبي بعد ما خلصت كده ووزعت السجق بتاعي زي ما انتم شايفين، هبدا بسم الله كده انزل بالمكرونه نيه. ماشي، ما تكتريش عشان اعمل حساب انها هتزيد كده اهو بالمنظر ده. طبعا الطواجن ايه لازم تسيبي لها مسافه. بصوا بقى يا حبايب قلبي الصلصه بتاعتنا خفيفه برضك عشان ايه تبقى الميه دي هي اللي هتسوي الطواجن المكرونه بتاعتنا القمر دي. بصوا بقى يا حبايب قلبي طبعا الطواجن دي عايزه ورق سلوفان، انا ما عنديش عشان طبعا بصراحه الحاجه غاليه جدا. فافتكرت ايه ابتكارات كده الاطباق ديت، قلت اغطي بيها الطواجن بتاعتي وهي في قلب الفرن. تكوني مولعه الفرن وانت بتشتغلي علشان يخش درجه حراره عاليه جدا. اهو يا حبايب قلبي انا دخلتهم في الفرن وغطيتهم باطباق كده. فكري كده ودبري يعني عشان ما تقوليش ما عنديش ورق سلوفان مش هعرف اعمل طواجن، لا هتعملي ان شاء الله يا حبيبه قلبي. بصوا بقى يا حبايب قلبي طواجن المكرونه استوت معانا.
يعني خدت تقريبا كده ما يعادل من نص ساعة. هنروح نطلعها ونشوف شكلها. بصوا ما شاء الله، بصوا شايفين ما شاء الله، اللهم بارك، حاجة كده جميلة جميلة. بصوا بتدبك ازاي، بصوا ما شاء الله، جميلة واستوت وجوسي وحلوة قوي. الله اكبر على جمالها. ايه رايكم في الجمال ده؟ المكرونه ما استوتش يا حبايبي، احنا حاطينها نيه. شايفين يا حبايبي ما شاء الله، قلبت طاجن المكرونه اللي بالسجق. المكرونه جوسي وطريه واستوت على الاخر وجميله جدا، حاجه روعه فوق الخيال.